طفل بيلاقي لعبة طيارة بتتحرك وبتكلمه وبتطير بيه كمان. في الأول أبوه بيكون شغال طيار، وفي يوم وهو جاي من الشغل بيقول له أنا جبت لك الطيارة دي في عيد ميلادك، بس بيقول له الطيارة دي سحرية بس مش بيصدقه. وبعد أيام بيجي له خبر إن الطيارة وقعت وأبوه مات وبيحزنوا عليه جدا. وبيروح يطلع الطيارة اللي جابها لأبوه عشان دي الحاجة الوحيدة اللي بتفكروا بيه، وبياخدها في حضنه وبينام بيها. وهو نايم الطيارة بتنور أحمر وبترجع لمكانها فوق الدولاب، وبيعرف إن الطيارة بتتحرك لوحدها. وبيروح المدرسة وبياخد الطيارة معاه، بس هو في المدرسة صحابه بيرخموا عليه بياخدوا منه الطيارة، بس من غير ما حد ياخد باله الطيارة بتتحرك وبتروح له. وبرجع من المدرسة بيكون فرحان وبيقول للطيارة لو فيك الروح عرفيني أو نوري. وفعلا الطيارة بترد عليه وبتنور، فبتروح تقول لصديقها إن الطيارة بتتحرك لوحدها. في الأول بيكون مش مصدق لحد ما بيتأكد بنفسه، وبياخد الطيارة وبيحطها على الجهاز عشان يعرف إيه اللي جواها، بس بيكتشف إن ما فيهاش حاجة ولا حجارة ولا كهرباء عشان تتحرك كده، وبيكون كلها بلاستيك بس. وبيكون هتجنن إن هي ازاي بتطير. والطفل لما بيعرف إن هو خد الطيارة بيروح على بيته ومن غير ما يحس بياخدها منه، وبيطلع فوق السطح بيمسك الطيارة وبيعمل فوق السطح، والطيارة بتطير بيه وبتوديه لمكان بعيد. وأمه لما بتعرف بتخاف عليه جدا، بتدور في الكتب وبتعرف إن الطيارة دي تبع الفضائيين عشان كده بتطير من غير